السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم كما شفتوا تابعنا الاجواء ديال المقابله اللي جمعت بين امل العروي وبين نهضه سلوان، اللي انتصر فيها نهضه سلوان ب 1-0 عن طريق ضربه جزاء. اليوم معنا السي حميد الزحيمي مدرب نهضه سلوان. السي حميد مبروك عليكم الفوز. الله يبارك فيك، شكرا. اش يمكن لك تقول في هذه المقابله وتعرف؟ بصفه عامه حنا كتهمنا 3 النقاط اكثر ما كتهمنا الاداء، لان كما كتعرفوا كانوا مقابلات في بدايه البطوله مقابلات صعبه، كان نحتاجوا اكثر للنقاط اكثر من الاداء. حاولنا نكونوا فريق نظرا انه فريق كان كما كيقولوا كان مشتت ربما اهل البيت. حاولنا نرجعوا هذا الفريق من المقومات ديالو البشريه واستطعنا نديروا نتائج رغم انه ما كاينش ليفيكتيف. جاب الله التيسير اليوم. هذا الشيء اللي كنا نشتغلوا عليه الانتصار الاول وباش ننطلق ان شاء الله. بالنسبه للمباراه تاع اليوم، امل العروي ربما كان ضيف غير مرغوب فيه. حقيقة هذا الشيء اللي شرط ليه في الأول، لأن فرق هادو اللي جاونا في الديبار ديال البطولة كاملين صعبين، وبالخصوص هذا الفريق أمل العروي حتى هو كيحتاج 3 نقاط حكم التموقع ديالو في الكلاسمون. حتى هو مطالب أنه ينتصر ويجيب 3 نقاط باش يضيف على النقاط. نعم، ماذا عن ديربي امل مسوسات؟ مقابلة ديربي أمل مسوسات مقابلة بالنسبة لي مقابلة عادية، وهما اللي هما ضياف هذا القسم. حنا بحكم التمرس وبحكم الاشتغال مع الدراري والفريق يمضي نحو الأحسن، ولهذا حنا مستعدين لهذه المقابلة وجميع المقابلات. شكرا، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونتمنى لنهضه سلوان التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. تبارك الله.